أصيب شخص إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة روض الفرج، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهرباء قبل تشغيله. افصل التيار الكهرباء عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس. صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورة. التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. لا تقم بتشغيل مصدر كهرباء فحالة الاشتباه فوجود تسرب غاز. تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم. تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة. تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التي ينجم عنها الحرائق. عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة.